إفري أكوا الغاني، عملية تمرير داخل منطقة الجزاء، وبرنس بالدي هجوم الآن داخل منطقة الجزاء ند فريكي، وهنا خطأ وركلة حرة لصالح نادي القوة الجوي. هذا وحسين جبار. حسين ابتعد فترة عن التشكيلة الأساسية لنادي القوة الجوية، واحد من نجوم القوة الجوية وكان لاعبا لمنتخبنا الوطني. لاحظ هذه الإعادة ولمسة يد واضحة على حيدر جلاوي، ركلة حرة ممكن وصول القوة الجوية إلى هدف في هذه المباراة خلال هذا الموسم، ويبقى متصدر لقائمة الهدافين. ومهند يتقدم للتنفيذ ويسجل هدف أول. القوة الجوية يسجل سليمان، وأحمد خضير مشرف فريق نادي القوة الجوية. وعلى فكرة عنده هدفين أحمد خضير في مواسم سابقة، لذلك فرحة